نتفليكس عليها أكتر من 10,000 اختيار، أفلام جديدة كل أسبوع ومسلسلات ترند في كل حتة. بس أنت بتتفرج على ذا أوفيس للمرة ال 12 وفريندز تاني وهاري بوتر تالت ونفس الفيلم اللي شفته 20 مرة. والناس تقولك أنت ليه مش بتتفرج على حاجة جديدة؟ بس خليك معايا، السؤال الحقيقي مش ليه بتعيد، السؤال هو ليه دماغك بيحب كده؟ علم النفس بيقول إن في 4 أنواع من الناس اللي بتعيد المشاهدة. أول نوع، الباحث عن الراحة. لما الحياة تبقى ملخبطة وضغط الشغل عالي، الدماغ بيدور على حاجة آمنة، حاجة عارف نهايتها. إعادة المشاهدة هنا زي بطانية دافية. تاني نوع، اللي محتاج راحة ذهنية. دماغه مهدود من التفكير طول اليوم، مش عايز شخصيات جديدة ولا قصص جديدة، عايز حاجة تشتغل في الخلفية من غير مجهود. وإعادة المشاهدة بتعمل كده بالظبط. تالت نوع، المربوط بالذكريات. المسلسل مش مهم، الذكرى اللي وراه هي المهمة. وقت كان أحسن، أيام أبسط، نسخة قديمة من نفسك. رابع نوع، صياد التفاصيل. ده مش بيعيد علشان زهقان، ده بيعيد علشان يلاحظ تفاصيل فاتوا. إفيه في الخلفية، نظرة، تلميح. وفي الآخر، ولا واحد فيهم غلط. إعادة المشاهدة مش كسل، دي حاجة دماغك محتاجها. فأنت أنهي نوع؟ اكتب لي في الكومنت وقول لي إيه مسلسلك المريح.